اهلا وسهلا بيكم في الحلقه ال 12 من ساده سوكيتو. الانترو زي ما انتم شايفين السيتنج جديد برضو، عشان كده ما صورناش بقى لنا 3 4 5 اسابيع كده واحنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن انمي انا بطبل له بقالي اكتر من 4 5 6 7 8 حلقات هموت واتكلم عليه، والنهارده جات لي الفرصه ان انا اتكلم عليه. اتكلم عن فريرن. الحلقه النهارده زي ما قلنا كده هنتكلم عن فريرن، وغالبا كل الناس اللي قاعده مش هتبقى مبسوطه بالحلقه دي غير جيمي تقريبا، بس عشان هو جيمي الوحيد اللي لسه متفرج على الحلقه على فريرن من قريب. مش هنتكلم عن سيزون 2، هنتكلم عن سيزون 1 عشان سيزون 2 لسه ما خلصش، هو 10 حلقات. هديكم انترو بريف كده سريع عن الانمي. والناس اللي في كومنت كان متقال على التيك توك، صح، ان انا بتكلم انجليزي كتير. للاسف انا بتفرج على الانمي انجلش سب تايتلز، فهو انا بلاقي صعوبه في ان انا هو تقريبا اسلامي الكومنت ده. ممكن بعد كده يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا مينيمايز هحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل الكلام بالانجليزيه وسوف اتكلم باللغه العربيه. بالنسبه لفريرن، هو انا مؤخرا الانمي ده طلع عليه كونتروفيرسيز كتيره جدا. يا اما هتشوف تضاربات كتيره جدا، هتلاقي يا اما ناس بتتكلم عن الانمي ده ان هو اعظم حاجه اتعملت مؤخرا، يا اما ناس هتتكلم ان هو اوفر ريتد بزياده، ان هو انمي فعلا اوفر ريتد زي عبده، زي ممكن لسه ما شافوش لسه، بس هتلاقي ناس بتتكلم عليه ان هو اوفر ريتد. انا من وجهه نظري شايف ان الانمي ده اتفرجت عليه، ممكن اقول الفيردكت بتاعي في اخر الحلقه عشان ما توهش. انا عامل بولت بوينتس المره دي، بحاول ان انا ارتب نفسي. بالنسبه لفريرن، هو بيعمل حاجه جديده، ان هو بتبدا القصه من الاخر. هو حتى الانمي اسمه فريرن بيوند ذا جورنيز اند. القصه هنا بتبدا من بعد ما الكاركترز خلصوا الميشن بتاعتهم، ان انا عايز اوصل لحاجه معينه. عاده في اي انمي ايسيكاي او حاجه بتروح فانتزي، بتروح لعالم تاني او في عالم معموله في عالم تاني. انميات الفانتزي عموما بتبقى في هدف موحد، انا عايز اديفيت الديمون كينج، فده نهايه الانمي. عاده بتبقى ان انا احنا جيرني وفيها هيروز، والابطال بتوع المسلسل كلهم بيحاولوا يوصلوا لنهايه الانمي. عاده بيبقى في معظم الانميات اللي بتبقى فانتزي هتلاقي ان دايما الكاركترز بتبدا، الانمي بيبدا معاك من ازاي الكاركترز بيقابلوا بعض، والجيرني بتاعتهم ان هم يروحوا يوصلوا ويديفيتوا الديمون كينج، والسيف اللي محطوط جوه الصخره وهنطلعه، لو عاده بيبقى اسمه اكسكاليبر، بس ما اظنش ان هو ده اسمه في السيزون ده، في الانمي ده. فهنا احنا بنبدا الانمي في اخره خالص، بدايه من ان فريرن جاي لك في اخر في اول يعني في اول السيزون، في اول حلقه بيتكلم ان هو رايحه تشوف صحابها، وفي ميتير شاور نازل رايحين يتقابلوا، فبتقابل البارتي بتاعتها او الجروب اللي هم فعلا هزموا الديمون كينج. وبدايه الاحداث او خلال الانمي كلها بيوريك التاثير بتاع الكاركترز. وهنتكلم سبيسيفيكلي عن هيمل هو المين كاركتر، او مش المين كاركتر بس هو المين هيرو. وكل ما بنيجي خلال الانمي بنبص هتلاقي حتى دايما بيكتب لك 20 years after the death of هيمل ذا هيرو، 25 years after the death of هيمل ذا هيرو. فزي ما قلنا الانمي بيبدا من الاخر يعتبر، بس هو انا شايف ان هو ليه يعني رايح ناحيه السلايس اوف لايف اكتر. لو انت بتدور على اكشن او بتدور على فايت سينز، موجوده بس مش هتبقى كتيره. زي ما قلنا بيبدا الانمي بان هم بتشوف القصه من الاخر، بتشوف البارتي دي بس بعد ما عجزوا، بعد ما خلاص بقوا في اخر فتره في حياتهم، بعد ما خلصوا الجيرني بتاعتهم، بعد ما العالم اتغير، لما غيروا العالم حرفيا وهزموا الديمون كينج ووصلوا للهدف بتاعهم. تشوفهم هم جايين بيقولوا ان احنا كان في ميشن. انت بتيجي بقى في الاخر خالص بعد ما الرحله بتاعتهم انتهت، وهتروحوا يتفرجوا على الشهب، وهتقابل زي ما قلنا احنا كده مع هيمل ومع ايزن ومع هايتر، دول الجروب بتاعها. بتيجي بقى تشوف هيمل بيموت. ده اول حاجه بتشوفها، ان هيمل خلاص مات. وعاده ما بيحصلش ان في كاركتر انمي او مين كاركتر انمي زي هيمل البطل ان هو بيموت من سن عادي، هو كبر في السن ومات. ودي حاجه حلوه جدا، دي احسن نهايه ممكن تشوفها. هيمل هيموت عادي، هيرو البطل هيموت مش في فايت، ولا هيموت في اكشن ولا اي حاجه، هو ميت في بيته عادي خالص، ميت موته طبيعيه. ودي حاجه حلوه جدا، يعني حاجه ما بتحصلش عاده في الجنرا بتاعت الانمي دي. تمام. فهنا بدايه القصه يعتبر ازاي فريرن بتريلايز بعد موت هيمل قد ايه ان ال10 سنين اللي هم سافروهم مع بعض ده بالنسبه لفريرن، هو فريرن الف، وعاده الالفز في العالم بتاع الانمي او في العالم بتاع فريرن بيعيشوا فترات زمنيه طويله جدا. ف10 سنين بالنسبه لها ده كاننا بتقضي اسبوع. فهي ما كانتش مقدره قد ايه هي الرحله دي اثرت فيها.
كفريرين. هي ما حاولتش حتى انها تفهم او تحب او تشوف الناس اللي معاها، فبالنسبه لها رحله وههزم الديمن كينج يلا بينا نبدا نتكلم بقى. انا بالنسبه لي ده يعني زي ما تقول كده انترو للقصه. القصه انا بالنسبه لي شايف اكتر كاركتر فيها زي ما تقول كده شدتني او شدت الناس اللي بتتفرج. همل هو هيرو، هو البطل، هو من اول حلقه دايما الراجل اللي ماسك السيف، اللي هو المفروض السيف اللي في الصخره اللي بيطلع. بس المضحك في الموضوع ان همل بني ادم. ايزن معاهم قزم وبرضه عنده قوه مش طبيعيه. هايتر هو بريست بس بني ادم. وفريرين الالف الميج القويه جدا. بس همل هيرو او هو هيومن هيرو عادي طبيعي، بني ادم طبيعي جدا هيرو، وبيحاول ان هو يبقى بطل. بدايه القصه بتاعت همل ان هو يبقى بطل بتشوفها لما بيبقى عيل صغير مستخبي خايف في الغابه، تمام. وفريرين هتقابله وهيشوف فريرين هتحاول ان هي تخليه ما تخافش، تحاول تعطف عليه او بتحاول انها تبقى كومباشنت معاه. تعمل له السبيل بتاعتها اللي هي عباره سبيل، دي اكتر سبيل بتحبها فريرين، ان بتعمل تكريت فلاور فيلد، بتعمل ورد في كل حته حواليك. همل مش هينسى فريرين، ولما يجي يعمل الجروب بتاعته اللي هيروح يهزم بيها الديمن كينج هيفكر في فريرين الى حد ما انقذته، عشان هو كان عيل صغير وكان مستخبي وكان خايف وحصل معاه ان هو كان تايه يعني، وفريرين اللي انقذته. فهو فريرين مستخبيه في الغابه دي بقى لها سنين لسبب انا مش عارفه برضه، او ممكن اكون مش فاكره. انا مش عارف هي ليه كانت مستخبيه هناك او كانت عايشه بتحاول تقضي وقتها عشان هي وقتها طويل جدا. ففريرين يعني ما حاولتش اصلا انها تتعايش مع البني ادمين او تتعايش في العالم اللي هي عايشه فيه. فهو همل كان هدفه ان هو يحاول يخليها تحس او يخليها تبدا تفهم البني ادمين. فهمل هيجي وهيريكروت فريرين، وفريرين هتبقى معاه في البارتي، وهيروحوا على خلال الرحله بتاعتهم هيهزموا الديمن كينج. بس خلال الرحله دي اكتر حاجه تحبها في همل وقد ايه هو كاركتر مؤثره، هو بيبدا تدريجيا بيحاول ياثر في فريرين، في ان هو اولا همل شخص زي ما قلنا بني ادم، ودي اكتر حاجه اكتر ابروتش حلوه من ناحيه همل، ان هو مش الهيرو البطل الكامل اللي ما عندوش اي غلطات خالص. بالعكس هو همل طفل نارسيسستك وعنده ايجو مش طبيعي، وبيحاول من بدري ان هو يبقى عايز يبقى هيرو كامل. هو بيحاول يسعى ان هو يبقى هيرو كامل. بس زي في اي قصه عاده هتلاقي الهيرو بيحاول يترين ويبدا والسيف بيختاره، بس همل السيف مش هيختاره، فهيجيب سيف كوبي شبه السيف اللي في الحجر اللي معمول دهوت عشان يبقى هو الهيرو بتاع القصه. وهيكمل وهتشوف البروجرس بتاع همل قد ايه هو بينفلونس العالم. بتلاقيه في كل حته بيحط الاستاتيو بتاعته، لازم في كل حته يبقى فيه تمثال لهمل. كل حته حرفيا موجوده بيعدوا عليها بيبقى فيه تمثال لهمل، وكل شويه بيحط بوز مختلف عشان فريرين تفتكره وعشان العالم يفتكره. هو عايز العالم يفضل فاكر همل كبني ادم، يعني ان هو هيرو وان هو البطل بتاع القصه ما يتنسيش. يعني بالذات ان كمان فريرين هتفضل عايشه فتره طويله قدام. وغير كده بقى الرومانتك سايد، ان احنا زي ما احنا شايفين او على خلال القصه هي فريرين مش كونكتد ايموشنالي مع الجروب بتاعها قوي. بس مع الوقت بتبدا يعني وانت بقى بتشوف الفلاش باكس، عشان هي يعتبر تقريبا الانمي كله انت بتتفرج على فلاش باكس. اي حاجه بتحصل، وفي ناس اتريقت على الموضوع ده كتير، ان هو تيجي فريرين مثلا تفتح جايين يفتحوا علبه كنز مثلا، يقول لك انا مش عارف افتح علبه الكنز دي، ففريرين تخش في فلاش باك همل فتحها بالمنظر ده، تقوم هي واصحابها متلمين مع بعض على فكره فريرين همل فتحها كده، ويقوموا فاتحينها وهي زي الفل. ده تاثير همل في القصه، تمام. وهمل انا ككاركتر شايف ان هو برضو اثرت على العالم. ان في مؤخرا كان الموضوع ده طلع انتشر فتره كده على السوشيال ميديا، ان في واحد كان بيحاول كان معاه سكينه وكان هيقتل حد او هيطعن حد في مترو، وفي حد هيمسك هيضحي بنفسه او هينط قدام الشخص ده عشان يمسكه، وهو اللي هيطعن في الاخر. يقول لك دي حاجه يعني انا عملت كده عشان لو همل كان موجود كان هو عمل كده. فده تاثير همل في العالم بقى بتاعنا احنا. دي قصه حقيقيه، دي مش قصه جوه الانمي يعني. فده مدى حب الناس لهمل. فهمل ككاركتر هتلاقيها كاركتر مؤثره جدا في الانمي. كاركتر مع الوقت هتلاقيه هو بيحاول يعني يكبر من نفسه كهيرو، تمام. وزي ما انا شايف ان هو اكتر كاركتر اثرت على فريرين مش هتبدا تفهم هي كانت حاسه بايه او كان او الاحساس بتاعها غير بعد ما همل يموت، وبتقول يعني وحلمها ان هو يا ريتني كنت فهمته اكتر، او فهمت هو حاسس بايه، او حسيت ناحيته بنفس اللي هو كان بيحسه. فتبدا بقى الجيرني الجديده بتاعت السيزون او الانمي اللي احنا ماشيين فيه، سيزون 1 بدايته. والقصه بتاعت الانمي عموما هتفضل مكمله على كده، ان هي عايزه توصل اند دي مكان في اخر العالم خالص، في منطقه اسمها اريول دي الحته اللي انت ممكن تقابل فيها الناس اللي ماتت، تمام. فهي عايزه تروح تقابل همل، تتكلم مع همل.
وخلال القصه هتقابل فيرن وهتقابل ستارك، ودول 2 كاركترز اطفال هيظهروا معاها وهيكبروا معاها مع الوقت، وهتعمل البارتي بتاعتها. بس المره دي بتبدا تحس ان فريرن بتعمل اللي كان هيمل بيعمله واللي كانوا البارتي بتاعتها بتعمله، بدات هي تفهمه وبدات تعمله مع البارتي اللي هي ماشيه معاها، انها تبدا تفهمهم كبني ادمين، تبدا تفهم البني ادمين اللي هي بتتعامل معاهم بيتعاملوا ازاي. فده برضو تاثير هيمل. وانا من وجهه نظري للاسف شايف ان القصه دي حزينه، ان هي تتعلق بالشخصين دول او اي بارتي عموما او اي اشخاص هي تتعلق بيهم، بما انها هتعيش لفترات طويله جدا وهم بني ادمين، هي برضو هتعيش وتشوفهم وتحبهم وتتعلق بيهم. ودلوقتي بما انها بقى عندها شويه ايموشنز بدات تظهر، هيموتوا برضو، هتكمل حياتها يعني مش عارف بقى تبقى في حزن ولا في اسى. يعني ممكن على كل كائن او كل بني ادم بيشوف بيتعلق مع الموت او الفراق ازاي. يعني في ناس ممكن تفتكرها كميموري كويسه، وفي ناس ممكن تفتكرها كحاجه حزينه كل ما يفتكروها. بس احنا بنشوف فريرن على مدار الحلقات وهي بتفتكر هيمل ان هو كان حاجه مؤثره فيها. هيمل برضو ما اعترفش بحبه لفريرن طول الحلقات دي. في ناس بتقول لك عشان هو كان خايف ان اعترافه بالحب ده هيؤدي الى ريجريت بعد كده، او انها يعني زي ما تقول كده تندم ان هو ده الحب بتاعها. لحد دلوقتي انا اتكلمت عن تاثير هيمل ككاركتر في المسلسل وتاثيرها، وزي ما انتوا زي ما شفنا يعني، او زي ما هتشوفوا في الحلقات اللي بعد كده. ده تقريبا التيك بتاعتي عن الانمي. انا ممكن بقى نبدا نتكلم عن الانمي كانمي بقى فروم ان انمي بوينت اوف فيو، عشان انا كل اللي كنت بتكلم فيه ده بتكلم عن شخصيه هيمل عشان هي من اكتر الشخصيات اللي عجبتني. الانمي اوفر اول لو عايز تتفرج عليه هتلاقي اكشن سينز حلوه مش كتيره بس حلوه. في الاول وفي الاخر الاستوديو اللي عامل الانمي ده هو ماد هاوس معروف من زمان جدا. بتتكلم عن هانتر 2011، بتتكلم عن وان بانش مان سيزون 1 كان معمول من ماد هاوس برضو. بيقدم عظمه من الاخر يعني. هتلاقي ان الانمي فعلا الانيميشن بتاعه تحفه، ساوند تراك عظيم جدا. بالمناسبه سيزون 2 هو شغال دلوقتي، بينزل كل جمعه، ما نزلش منه غير 5 حلقات وهيبقى 10 حلقات فقط. وفي معلومه جامده فشخ انا عارفها من قريب، الاندنج سونج بتاعت سيزون 2 مرسومه بالايد، كل فريم مرسوم بالايد، 2160 صفحه مرسومين بالايد كلهم. يعني تخيل كميه المجهود اللي محطوط انك انت ترسم كل حاجه بالايد معلش مش مرسومه بالايد ديجيتال، مرسومه بالايد بقلم رصاص بالوان رصاص، حد 2160 صفحه، فاهم؟ فدي حاجه تحفه بصراحه يعني، كانت مايند بلون بالنسبه لي. فساوند تراك حلو جدا. الانمي مش بيحطك في شعور انك انت بتجري وكل حلقات فيها اكشن. في ناس ما بتحبش الموضوع ده، بس انا شايف ان هو يعني رحله مريحه نفسيا ومهدئه ومطمئنه كده. فساوند تراك انيميشن، الانمي كله عباره عن 24 حلقه. انا بصراحه شايف ان هو من في حلقه في سينز مضحكه جديد كتير جدا، وهتلاقي فيه ميمز بتطلع على فريرن الانجل بتاعت دقنها اللي مرسومه بيها دي كده، كان حد راسمها وطلعوها، وحتى طلعوها عملوا الريفرنس بتاع الميم دي في الانمي في سيزون 2. انا شايف ان فريرن بالنسبه لي من عشان برضو في ناس هتقول ان هو اوفر ريتد، انا شايف ان هو انمي يستحق ال10 من 10. سيزون 1 ماشي في دايركشن، يعني ماشي في دايركشن تحفه، وسيزون 2 ماشي في نفس الدايركشن ده، انك انت بتتفرج على حاجه بتتشيل بيها. تمام، فاتفرجوا على فريرن. الحلقه زي ما قلت بتنزل يوم الجمعه. ده بالنسبه لفريرن، واتمنى ان كنتوا تتفرجوا على الحلقه دي وتتفرجوا على الحلقات اللي فاتت وتعملوا لايك وسبسكرايب لساده سوكيتو.